السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا بنفكر بعض ان احنا نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بنفكر بعض ان احنا ندعي لاهلنا في فلسطين، إن ربنا ينصرهم ينجيهم ويكبر بخاطرهم يا رب. النهارده بقى جايه اتناقش معاكم كده في شخصية جديدة، مش شخصية جديدة في الكون او في المجتمع، لا، شخصية نوعية جديدة في حياتنا. هي موجودة، بس يعني بنلفت النظر ليها شوية عشان نخلي بالنا منها. مين الشخصية ديت؟ الشخصية ديت اللي هي بتحاول ان هي تستفزك، انها ما تسيبكش في سلام، ان هي تحاول دايما انك تطلعك في لسقف النرفزة بتاعتك، لسقف الغلط بتاعك. فبالتالي تفضل تقول للناس: بصوا اللي كنتوا بتقولوا عليها ام سلمى، بصوا اللي كنتوا بتقولوا عليها ما اعرفش ايه. فانت بالتالي بتبان قدام الناس، لا، انت مش دي الشخصية اللي هم كانوا منتظرينها، او مش دي الشخصية اللي هي كانوا فاكرينها ان انت كده، وهكذا. الشخصية دي ممكن تقابلها في حتت كتيرة جدا. ممكن تقابلها في فرد من افراد الاسرة، العيلة. ممكن تقابلها وسط اصحابك. ممكن تقابلها في الشغل بتاعك. انا عندي واحدة صاحبتي حصلت عندها ظروف ان هي اضطرت تسيب الشغل بتاعها وتروح لشغل تاني. الشغل بتاعها ما سابتهوش علشان مثلا لقيت فيه مشاكل او كده، بالعكس، الشغل بتاعها كانت حباه جدا والكلام ده كله، بس هي حست عندها ظروف فاضطرت انها تسيب الشغل ده وتروح لشغل تاني. في الشغل التاني، شخصية صاحبتي ديت ان هي مش سهل ان هي تتعرف على حد، فكانت بالتالي قاعدة في حالها، تروح شغلها تخلص شغلها تروح بيتها، ما بتتعاملش مع حد غير يا دوب الناس اللي حواليها اللي هم في المكان بتاعها، مش ان هي تروح لحد تتعرف عليه او كلام، مش شخصيتها. في المكان بقى اللي هي قاعدة فيه تشتغل فيه، ابتدت واحدة محبتهاش، هي محبتهاش لله في لله، فابتدت تستفزها بكلام، تستفزها بحركات، تستفزها بحاجات كتير جدا. فكل مدى كل مرة كانت صاحبتي ديت تتجنبها، فالشخصية اللي بتستفزها تفتكر ان هي كده اقوى، وان صاحبتي واحدة ضعيفة، تزود بقى بحركات بكلام بالكلام ده كله. صاحبتي فضلت تسكت تسكت تسكت، وفي الاخر اتقي شر الحليم اذا غضب. ايه اللي حصل؟ اللي هي بتسكت ديت لانها بتحكي لي ان هي فجأة فاض بيها، فابتدت كانت صاحبتي زميلتها تقول لها حاجة فترد وترد ترد، لدرجة ان هي اللي كانت بتستفزني اتفاجئت. الناس اللي حواليها في الشغل استفزوا، اللي هم كانوا شايفينها برضو اتفاجئوا ان هي كده. طب هي كده ده طبيعتها؟ يعني هي هتقعد معاكم المدة دي كلها بتمثل عليكم؟ بس لا، حقيقي اتقي شر الحليم اذا غضب. زميلتي دهيت ما لقتش ان مثلا حد يقول لي اللي بتغلط فيها ديت عيب، ما يصحش، ده ما قالتش عنك حاجة، ده ما بتجيبش سيرتك، بالعكس، هي كانت بتسمعهم وهم بيسمعوا زميلتها وهي بتشتم فيهم ومحدش فيهم بيرد، فكانت بتزعل جدا. طب انتوا ازاي؟ فوصلتها ان هي زي ما بنقول كده علت كمان عليها. يعني لو هي فلانة زميلتها دي بتقول لها كلمة، هي قالت لها 10، قالت لها 20، قالت لها 100، بس هي مش كده. هي اضطرت تبقى كده عشان تقدر توقفها، لان اللي حواليها ما وقفوهاش، كانوا بيسمعوا ويسكتوا، خايفين منها. طب خايفين منها اوكي، بس دي عملت ايه ولا سوت ايه؟ ما عملتش حاجة، فاضطرت ان هي ترد عليه. وانا بحكي لكم كده افتكرت صباح لما بتقول لبنت اختها شريهان الجملة بتاعتها المشهورة، اسمعوها معايا. يخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبة، هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. والله ليها حق، انا شايفه ان هي ليها حق. يا جماعه، اتقي شر الحليم اذا غضب. الانسان اللي هو بيتحكم في اعصابه، الانسان اللي هو ما بيرضاش يرد السيئه بسيئه، ده مش عبيط، ده مش ابله، لا، هو عايز يعيش كده في سلام. اتعاملنا مع بعض بالحسنى خير وبركه، ما تعاملناش خلاص، على قد العمل خلي التعامل ما بيننا.
طبعا الشخصية دهيت ما تقولوش ان هي مش موجودة في حياتكم، اكيد موجودة في حياتكم. فقولوا لي الشخصيات دي انتوا بتعملوا معاها ايه عشان توقفوها عند حدها، برضو بدون ذكر اسماء كالمعتاد. قولوا لي بس لو الشخصية دي موجودة معاكي في شغلك واستفزتك، هيكون ايه رد فعلك؟ اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان المواضيع اللي انا بسيرها تكون لذيذة وشيقة. ولو عندكم اي موضوع عايزين ان احنا نتناقش فيه او ان احنا نتكلم فيه، اكتبوا لي المواضيع اللي انتوا عايزيني اتكلمها معاكم ونتناقش معاكم فيها. شكرا لاستماعكم وشكرا لتشجيعكم وشكرا بجد بجد لكل التعليقات الحلوة اللي انتوا بتحطوها لي. سلام عليكم يا حبايبي.